تلبت المدير الجهوي لقطاع التواصل بجهة الداخلة والذهب، ارتأت المديرية الجهوية لقطاع التواصل بجهة الداخلة والذهب يعني تنظيم مجموعة من الأنشطة المخلدة لذكرى 70 لملحمة ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد. يعني من ضمن هذه الأنشطة في هذا البرنامج يعني عرض شريط وثائقي يوثق ويجسد تلاحم الشعب والعرش العلوي المجيد لنيل الاستقلال ونيل حرية الوطن. هذا الشريط الوثائقي هو من إعداد يعني وزارة الإعلام سابقا ثم المركز السينمائي المغربي، يعني كما قلت يجسد لأروع صور ملاحم الشعب المغربي في كفاحه الوطني ضد المستعمر الغاشم. وكما يتضمن يعني هذا النشاط ايضا يعني عرضه امام يعني الناشئه سواء بتورطه مع بتنسيق مع وزاره الشباب قطاع الشباب. يقدم جميع الخدمات التي نحتفل اليوم بالذكرى ثورة الملك والشعب وعيد عيد الشباب المجيد. هذه المناسبة التي نستخلص منها مجموعة من العبر. أولا الكفاح من أجل محاربة الاستعمار ونيل الاستقلال، ثم كذلك ثورة من أجل بناء مؤسسات الدولة وبناء الدولة، وثورة تستمر من أجل التنمية والاهتمام بالإنسان وصون كرامته. وتأتي هذه المبادرة اليوم في إطار برنامج الحماية الاجتماعية التي تشرف عليه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية من أجل دعم مجموعة من فاقدي البصر وطارحي الفراش بمجموعة من المواد الغذائية، والذي بلغ عدد المستفيدين 79 في الجهة، ويستفيدون من مجموعة من المواد الغذائية 3 مرات في السنة. ونتمنى من الله أن تستمر هذه العملية في إطار السنة المقبلة في إطار اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية من أجل يعني توفير مجموعة من الخدمات لفائدة هذه الفئة التي بطبيعة الحال تحظى بمجموعة من الامتيازات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفي إطار برامج وزارة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني. شكرا للسيد الوالي في إدارة الجهة، السيد المعاون رئيس الجمعية العسكرية، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة رؤساء المصالح الأمنية، الحضور الكريم. شرفني اليوم أن إليكم لتقديم مشروع ربط المنطقة السياحية لمدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء. هذا المشروع كيجي بعد ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء اللي كلفني جميع حوالي 8.0 الشراكة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب متواجدين بجامعة العرقوب بالخصوص بالضبط في النقطة الكيلومترية 13 لتدشين وتزويد المنطقة السياحية بمادة حيوية وهي مادة الكهرباء. كما تعرفون بأن هذه المنطقة تعرف تواجد عدة فنادق وهي منطقة اقتصادية مهمة وتعرف رواج اقتصادي مهم سيتم تواجدها لله الحمد بهذه المنطقة التي ستنعكس على الجهة وعلى الجهة بالخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. مروان العقوقي، المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء مدينة الداخلة. بعد ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء يعمل المكتب حاليا على تأمين الكهرباء على جل أقاليم جل مراكز وجماعات إقليم والذهب. وفي هذا الإطار قمنا اليوم بإعطاء انطلاقة إنجاز مشروع ربط المنطقة السياحية لمدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء. هذا المشروع الذي سيكلف كلفة إجمالية تناهز 17.7 مليون درهم ومدة إنجاز 12 شهر. وسيمكن هذا المشروع من ربط المنطقة السياحية بيكا 26 بيكا 36 بالشبكة الوطنية للكهرباء، وكذلك كهرباء المنطقة الحضرية بيكا 40، وسيمكن كذلك من الربط الكهربائي لميناء الداخلة المتوسطي الجديد. وهذا المشروع يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين المكتب وجهة الداخلة والذهب ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والجماعات المعنية بهذا الربط. وهو يندرج في إطار اتفاقية كبرى تجمع هذه الأطراف من أجل تأمين الكهرباء على جل مراكز وجماعات إقليم والذهب، حيث يحتوي على 4 مشاريع مهمة ستمكن في الأخير من ربط جماعة العرقوب وقرية الصيد البويردة بشبكة الوطنية للكهرباء، وشمالا جماعة بيرانزاران قرية الصيد
إيموطلان وقرية الصيد نتيرفت، وكذلك المنطقة السياحية لمدينة الداخلة في الشبكة الوطنية للكهرباء، والمنطقة الفلاحية قليب جديان. الكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية فهي تجاوزت 148 مليون درهم، على أن يتم بها انتهاء الأشغال إن شاء الله في أواخر سنة 2024. وشكرا. هذا شنو هو هذا الفوتو